السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ومتابعيني، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. أتمنى من الله أن كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية. بس قبل ما نبتدي مع بعض ما ننساش نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل مع بعض النهاردة في الفيديو وصفة 3 وصفات من صنف واحد، 3 وصفات من الجزر. هنعمل مربى وعصير وكمان مهلبية. كلنا عارفين قيمة الجزر وفوائده واحتوائه على فيتامين سي اللي بيفيد. بس قبل ما نبدأ ياريت ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبك. يلا بينا. انا هعمل ال3 وصفات من حوالي 1.5 كيلو جزر. في الاول طبعا هيتنضف كويس وهيتقشر. هتقشريه بالطريقة اللي انتي معتادة عليها، يعني ممكن تقشريه بالمقشرة او لو مش متاح عندك هتقشريه بالسكينة. طبعا احنا اتفقنا ان احنا ممكن نتصرف في مطبخنا باي حاجة، مفيش حاجة توقفنا. لو حاجة مش موجودة ممكن ليها البديل. هنقشره كويس جدا وننضفه. لو في اي حاجة اي نقطة سوداء او اي حاجة مش كويسة نحوشها بالسكينة على طول. هنبتدي نقطعه، والتقطيع ده على حسب حريتك انتي. انا قطعته تقطيعة وسط. طبعا كل ما تقطعيه اصغر كل ما يستوي معاكي اسرع. لو قطعتيه كبير عادي جدا برضو، بس هياخد معاكي وقت شوية في السوا. فحجم التقطيع هنا مش هيفرق معانا خالص، لان هو كله في الاخر هيتضرب بالهاند بلندر او بالخلاط، هيتفرم ناعم جدا. فمش هتفرق معانا التقطيع. خلصت كل 1.5 كيلو. زي ما احنا شايفين بالحجم ده. هبتدي احطه في المية. طبعا هنا لقيت واحدة مش متقطعة فقطعتها معاكم. هنحطه في الحلة واحط عليه مية. كمية المية مش كمية معينة، يعني انت هتغطيه بالمية. هو مش بيشرب كتير مية، بس هو مجرد ما هيستوي خلاص على كده انت بتطفي عليه النار. فالمية عندك هتحطي له مية بحيث ان هو يتغطى بالطريقة ديت من المية. هنحطه على النار، والاول نشغله على النار العالية وبعد كده يبتدي يغلي. هنغطيه ونوطي تحتيه النار عشان ما يشطش منك. رجعت له بعد شوية بس لقيته برضو لسه ما استواش، لسه عايز شوية في السوا. كل ما يبقى مستوي احسن كل ما يتفرم معاكي بطريقة كويسة وهيديكي نتيجة احسن. مش هيبقى فيه قطع ولا حاجات كده متخرزة فيه. فانصحك ان هو تسلقيه كويس جدا لحد ما يتهري منك. بعد ما خلصت السلق هبتدي بقى اضربه بالهاند بلندر. لو انت عندك هاند بلندر زي ده استانلس اضربي على طول عادي وهو سخن. اضربي والجزر سخن عادي مش هتفرق. اما لو الهاند بلندر بتاعك الطبقة اللي تحت دي بلاستيك، فانصحك ان انت ما تضربيش وهو سخن، تستني لما يبرد حفاظا على الهاند بلندر. ولو انت مش عندك وهتستخدمي الخلاط فبرضو تستني لما يبرد عشان حفاظا على الخلاط بتاعك من السخونة. دي معلومات لازم نعرفها في المطبخ. وطبعا انا عارفة ان كلكم عارفين المعلومات ديت، لكن في بنات لسه داخلة المطبخ جديد، فلازم ان احنا ننصحها ولازم نطلع كل ما عندنا عشان الكل يستفاد. لقيت هنا ان الجزر محتاج شوية مية عشان بس يمشي معايا في الهاند بلندر، فضفت له حبة مية. اتفرم معايا كويس جدا، فهبتدي اقسمه على 3. هو مش هنقسمه بنسبة متساوية، يعني انا هاخد بس شوية صغيرين عشان هعمل منه العصير، وهاخد شوية برضو اعمل منها مربى، والباقي هعمله مهلبية. فهنقسم بنسبة قد ايه؟ مش يعني مش بنسبة معينة، هناخد كده بالنظر. اهم زي ما احنا شايفين حطيت في 3 حاجات عشان نبتدي الوصفة الاولى، وهي هنعمل بيها المربى. مربى الجزر
يعني مربى مفيدة زي ما احنا عارفين، وكمان طعمها حلو جدا. ومكوناتها بسيطة جدا. هي الجزر زي ما ضربناه كده بعد ما اتسلق، هنضيف له بس السكر. طيب كمية السكر قد ايه برضو؟ يعني مش ليها كمية معينة. انت دوقي السكر بتاعك، في ناس بتحبها مسكرة قوي وناس بتحبها وسط، فانت دوقي السكر بتاعك. حطيت السكر وهبتدي ادوبه كويس وهاخده على النار. الوصفة التانية، عبال ما المربى تاخد وقتها، هبتدي اعمل في الوصفة التانية وهي المهلبية. نفس الشيء، حطيت على الجزر سكر، وبرضو مقدار السكر تدوقيه. حطيت وهبتدي ادوبه كويس، وزودت المية، وهحط كمان عليه نشا. بس في الاول هظبط المية بتاعته، عشان هو كده هيبقى محتاج مني مية، فضفت له المية المناسبة ليه. والمية برضو مقدار بالنظر. الوصفات بتاعت النهاردة مفيهاش مقادير معينة، كلها معتمدة بس عليك انتي وعلى تذوقك وعلى مزاجك. جبت هنا حوالي 3 معالق نشا. والنشا انا ضفت لها ميه ودوبتها في الميه عشان الجزر عندي كان لسه سخن. لو انتي الجزر بتاعك برد، انتي ممكن تدوبي النشا في الجزر على طول. بدل ما تدوبيه وتعملي الخطوه دي، لا، هنتلاشى الخطوه دي تماما، وهنضيف النشا على الجزر. وطبعا الجزر انت ضايفه له ميه والسكر، فهتضيفي عليه النشا وتقلبي على البارد. لكن زي ما قلتلك، انا الجزر هنا سخن، فلازم ان انا ادوب النشا الاول في الميه، وبعدين انزل بيها بالطريقه دي مع التقليب عشان ما يكتلش معايا. ودي برضو معلومه لازم ناخد بالنا منها في ذوبان النشا. هاخدها هي كمان على النار. هبتدي اعمل الوصفه الثالثه وهي العصير، وده سهل جدا. العصير هنا هنضيف له ممكن ميه، وممكن يبقى حلو جدا جدا بعصير البرتقال. هتضيفي له البرتقال او البرتقال، وهنضيف كمان السكر. وبرده السكر التحلية ديت بمزاجك انتي. السكر هيبقى على ذوقك وعلى مذاقك انتي. احنا في العصير هنحتاج ان هو يكون وسط، مش سميك قوي ولا رقيق، عشان يبقى طعم اكتر. وزي ما قلت لك، تضيفي له برتقان، عصير برتقان، او تضيفي له ميه. الاتنين هيبقى حلو جدا والله. جربيه بس وان شاء الله مش هتندمي. ده كفايه بس فوائده الجباره، لان هو مفيد جدا جدا، وكمان رخيص جدا. يعني هتطلعي 3 وصفات من كيلو ونص جزر، والجزر في السوق مش غالي. فهتفرحي ولادك وهتعملي لهم وصفات سريعة، وصفات مغذية كمان وحلوة. بكده انا خلصت اول وصفة وهي العصير. خلص معانا، وبألف هنا وشفا. نبتدي نرجع للوصفة التانية، وهما الاتنين على البوتاجاز. دي المهلبية. لازم طالما حطيتي حاجة نشا لأي حاجة، لازم تقلبي فيها باستمرار، خاصة أول ما تسخن معاكي. لازم تقلبي النشا كويس جدا وباستمرار، عشان ما تكتلش معاكي أو تلزق في الحلة وتشيط. المهلبية زي ما قلنا ان هي بس الجزر بعد ما فرمته وضفت له مية، وكمان السكر والنشا، بس كده. ممكن تحطي له فانيليا، ممكن تحطي له اي ريحه. انا عن نفسي ما حطيتلوش اي حاجه، وكانت ريحته في منتهى الجمال. خلصتها بقت بالقوام ده، قوام المهلبيه اللي احنا كلنا عارفينه. هسيبها بس شويه تبرد، وبعد كده احطها في الاطباق. يعني هديت شويه، مش بردت قوي. وهحطها في الاطباق بتاعتي زي ما شايفين. هي يعني جت معايا حوالي 4 أطباق. تزوجينيهم بقى بالمكسرات اللي تريحك واللي موجودة عندك في مطبخك. بس ما تحطيش المكسرات دلوقتي الا لما الكاستر ده او المهلبية تبرد تماما. فلما بتبرد بتتماسك مع بعض في نفسها كده، وكمان بتكون طبقة كده على الوش. تحطي بقى المكسرات بتاعتك. نرجع هنا بقى لتالت وصفة اللي هي المربى.
انا سبت الجزر والسكر لحد ما يغلوا والميه تبتدي كده تنشف. هبتدي احط عصرة ليمونة زي ما شفنا دلوقتي. خدي بالك بقى، مربة الجزر هي رقم واحد في الطرطشة، فبتغرق البوتاجاز تماما وممكن تلسوعك، فخلي بالك جدا جدا وانت بتعمليها، ولازم تحطي غطا الحل عليها عشان ما تغرق وما تلسوعكيش. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. بكده ده قوام المربى. طبعا ما فيش ميه اهي، الميه كلها نشفت فاصبحت بالسمك ده. هستنى عليها لما تبرد واحطها في البرطمان، ويكون البرطمان بتاعك معقم كويس نظيف ومنشفاه ما فيهوش ميه خالص زي ما احنا شايفين كده. هبتدي احطه اصبه في البرطمان على قده، يعني هاتي برطمان على قد الكمية اللي انت عملتيها عشان ما تسيبيش مجال للهواء، لان لو الهواء دخلها هتبوظ منك بسرعة. بعد ما هنحطها في البرطمان هنحط عليها زيت، عشان الزيت يبقى طبقة عازلة ما بين المربى والهواء، وتاخد معاكي وقت كتير. وتحطيها برا التلاجة لمدة يومين 3، او لو انت هتأخري عليها حطيها في التلاجة اضمن. ولما تاخدي منها زي اي مربى برضو تحطي عليها برضو على وشها شوية زيت، وتحفظيها كويس جدا عشان هي يعني بتبوظ بسرعة. زي ما شايفين اهو حطينا الزيت. هبتدي بقى اقفل عليها كويس جدا، وبكده يبقى ده الشكل النهائي للمربى. وده العصير ممكن تزينيه زي ما انت عايزه. ودي المهلبية هنحط لها بقى المكسرات اللي احنا عايزين. انا هنا حطيت جوز هند، حطيته بالطريقة ديت. وكده عملنا 3 وصفات من صنف واحد هو الجزر. اتمنى تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم على خير ان شاء الله. بس طبعا قبل ما نمشي ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.